حاجه يمكن تخليك تبص للجمبري بطريقه مختلفه. الجمبري يا سيدي مش مجرد لقمه طريه تتاكل مع رز صياديه. الجمبري بيتصنف من الكائنات القشريات كروستيشنز، وده بيخليه قريب جدا من صرصور البر كوكروتش، وعنده وظيفه في النظام البيئي اهم من اي وزير بيئه في العالم، ينظف البحر من البقايا والجثث. ايوه يا صاحبي زي ما سمعت كده، الجثث. الجمبري الصغير ده ممكن تلاقيه بيتغذى على اي حاجه ميته في القاع، سمكه ماتت، كائن غرق، او حتى سمكه هو ممكن يفترسها، ممكن جثه حوت. الجمبري هيبقى اول الحاضرين جاي يقول العزا عندنا النهارده. بس قبل ما تقول ازاي اكل كائن بياكل جثث، افهم ان دي عبقريه الطبيعه. لولا الكائنات دي زي الجمبري والدود البحري وبعض انواع السرطانات، البحار كلها كانت هتبقى مقابر مفتوحه والجثث تفضل عايمه فوق السطح. يعني لما تاكل جمبري خليك فاكر انك بتاكل كائن بيخلي البحر نضيف وبيحافظ على دوره الحياه. هو مش اكل جثث بمعنى مرعب، هو محلل طبيعي بياخد الميت ويرجعه للحياه من اول وجديد بصورة طاقه وغذاء للكائنات التانيه. والجمبري كمان مش كله قاع البحر، في انواع بتعيش في المياه الضحله، وانواع تانيه بتهاجر في الليل وتطلع للسطح تدور على اكل، كانهم عاملين نوبه ليليه في مطعم البحر المفتوح. المره الجايه لما تيجي تطلب ربع جمبري من عند الشرقاوي وتاكله، فكر انك بتاكل واحد من اهم عمال النظافه في الكوكب. عشان تعرف النوع التاني اللي انا هكلمك عنه، استنى الحلقه الجايه من ابو العريف.